أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم آخر أخبار النادي الأهلي النهاردة الأربعاء 23 ديسمبر 2020، وإليكم الأخبار. طبيب الأهلي يزف بشرى سعيدة للأهلاوية بخصوص ثلاثي كورونا. أكد الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي أنه يتوقع أن تكون المسحة الجديدة للاعبي الفريق عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة المصابين بفيروس كورونا سلبية. وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: ملف الطبيب الجديد تم حسمه والموضوع منتهي وسيتم الإعلان عنه عقب عودة البعثة من النيجر. وأضاف الطبيب جونيور أجاييه مهاجم الأهلي: حتى الآن لن يخضع لجراحة، واللاعب يسير ببرنامج علاجي طبيعي والآراء مختلفة حتى الآن. سنعطي فرصة لخضوعه للعلاج الطبيعي، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك فقد يتم إجراء الجراحة. وواصل: محمود متولي يسير بشكل جيد في برنامجه العلاجي، والعلاج الطبيعي الذي يخضع له سيقلل من فترة غيابه، وفي شهر مارس القادم قد ينتظم في التدريبات الجماعية. وأكمل: ناصر ماهر خرج من المستشفى بعد إجراء الجراحة مباشرة، وقد يغيب لمدة 2.5 أو 3 أشهر. وحالة كريم نيدفيد مستقرة وسيعود قريبا للملاعب. الأهلي يفسر غياب علي معلول أمام سوناديب: فضلنا إراحته بسبب أرضية الملعب. أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي أن سبب غياب علي معلول لاعب الفريق وعدم مشاركته في مباراة سوناديب في بطولة إفريقيا يأتي بسبب رغبة الجهاز الفني في إراحة اللاعب، وليس بسبب معاناته من أي إصابات. وأوضح الجهاز الفني أن علي معلول لا يعاني من أي إصابات أو مشاكل فنية، وأن غيابه جاء بهدف إراحته فقط، خاصة في ظل سوء أرضية ملعب المباراة. الأهلي يهزم سوناديب والغيابات والملعب السيء في بداية النجمة العشرة. حقق فريق النادي الأهلي فوزا هاما على سوناديب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم بالنيجر في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا بملعب الجنرال سينيك-نوتشي في عاصمة النيجر نيامي. وتغلب الأهلي على الظروف الصعبة التي واجهها قبل المباراة من غيابات كثيرة وملعب سيء للغاية. سامي قمصان: موسيماني طالب اللاعبين بعدم الالتحامات أمام سوناديب بسبب سوء أرضية الملعب. أعرب سامي قمصان مدرب الأهلي عن سعادته بالفوز اللي حققه فريقه على سوناديب بطل النيجر في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا رغم الغيابات وأرضية الملعب والحرارة. وقال: عملنا مباراة جيدة وحققنا الفوز في هذه المباراة. وقال قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: نلعب على بناء الهجمة من تحت، ولكن معظم المباريات الخارجية باستثناء مواجهات فرق شمال إفريقيا تكون بالاعتماد على الكرات الطويلة بسبب سوء أرضية الملاعب. وتابع إن غياب اللاعب رقم 10 كان أزمة في صفوف الفريق لغياب قفشة وناصر ماهر ووليد سليمان، واستبدلنا ذلك بتكتيك جديد وهو اللعب ب3 لاعبين في منتصف الملعب، وأعطونا أريحية كبيرة وأعطوا شكل طيب للفريق. وأوضح إن بيتسو موسيماني هو من اختار المعارين العائدين لصفوف الأهلي، وجاء اختيارهم وفقا لمن يناسب طريقة لعبه، واكتسبوا خبرات كبيرة. وبدر بنون لاعب دولي وجاء من الرجاء بعد أداء ممتاز. وشدد على أن موسيماني أكد على صعوبة الأرض ونلعب كرة سلة وألا يكون هناك التحام من أجل الخروج من المباراة بدون إصابات، وهو ما يتحقق. والجهاز الفني سيحدد استعدادات المرحلة القادمة بعد تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك
وأتمنى التركيز في المباريات القادمة. سيد عبد الحفيظ: ثقافة جمهور الأهلي مختلفة وطوينا صفحة بطل النيجر. عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن سعادته بفوز فريقه على سوناديب بطل النيجر بهدف دون رد في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الجنرال سينكنوتشي في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا. وشدد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي على أهمية الفوز خارج الديار على بطل النيجر، خاصة في ظل الأجواء الصعبة التي عانى منها المارد الأحمر، ومنها تلاحم وضغط المباريات وظروف الطيران والغيابات الكثيرة. وأكد مدير الكرة أنه طوى صفحة بطل النيجر ويستعد للمباريات القادمة من الدوري، موجها الشكر للاعبين على الجهد الذي بذلوه في الفوز على سوناديب، لافتا إلى أن مشوار البطولة ما زال طويلا. وشبه سيد عبد الحفيظ كرة القدم بصندوق الدنيا، موضحا أنها تحتاج إلى التواضع واحترام المنافس حتى تحقق المكسب والبطولات، مشيرا إلى أن جمهور القلعة الحمراء ثقافته مختلفة ويحتاج إلى الفوز بالبطولات دائما، الأمر الذي يضع على اللاعبين مسؤولية كبيرة. وأوضح عبد الحفيظ أن سوناديب فريق يعتمد على الكرات الطويلة والالتحامات، مشيرا إلى أن المباريات الأولى تكون عصيبة وقوية لأن المنافس يعلم أنه يواجه بطل إفريقيا. وواصل عبد الحفيظ: البطولة الإفريقية تشبه الدوري، نعمل على مراحل، فالمجموعات مثل الدوري مرحلة جمع نقاط، والمباريات الأولى تكون قوية وعصيبة في الوقت اللي بيدعمنا جمهور كبير مختلف لديه ثقافة المكسب والفوز بالبطولات كل يوم. كيفن جونسون: أي فريق بيلعب ضد بطل إفريقيا بيبحث عن إنجاز أمامه والخروج بنتيجة إيجابية. أوضح كيفن جونسون المدرب العام للأهلي أن الفريق حقق المطلوب منه أمام سوناديب وفاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالنيجر رغم سوء أرضية الملعب. وأشار جونسون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي إلى أن فريق سوناديب يضم بعض العناصر الجيدة وكان يرغب في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي، وهو الأمر الذي وضعه الجهاز الفني في حساباته. وأوضح المدرب العام أن الأهلي هو الفريق المتوج بالبطولة الإفريقية، وأي فريق بيلعب قدامه بيرغب في تحقيق إنجاز والخروج بنتيجة إيجابية. وأكد كيفن جونسون أن سوء أرضية الملعب حرم اللاعبين من تقديم الشكل والأداء الذين اعتادوا عليه، لكن مباراة الإياب سيكون لها حسابات مختلفة، والمهم أننا حققنا الفوز في النيجر خلال مباراة الذهاب. وشدد المدرب العام بالأهلي على أن الجهاز الفني منح بعض اللاعبين فرصة أكبر خلال المباراة وفقا لتعليمات المدير الفني بيتسو موسيماني الذي يحسب له الفوز اليوم في مشواره مع الفريق. واختتم كيفن جونسون تصريحاته بتوجيه الشكر لجماهير الأهلي الداعمة للفريق، وهي تستحق أن تسعد بفريقها وبانتصاراته محليا وإفريقيا. عبد الحفيظ يهدي سفير مصر في النيجر درع الأهلي. أهدى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والمكلف برئاسة بعثة الفريق في النيجر السفير المصري في النيجر نبيل مكي درع الأهلي عقب انتهاء مباراة سوناديب والتي أقيمت اليوم الأربعاء بالعاصمة نيامي. وحرص عبد الحفيظ على توجيه الشكر للسفير المصري بالنيجر على الجهد اللي بذله مع البعثة قبل وبعد وصولها إلى العاصمة نيامي. إليو ديانج: هدفي في مرمى سوناديب نتاج عمل جماعي ونسعى لتحقيق النجمة العشرة. عبر المالي إليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي عن سعادته بالفوز اللي حققه الفريق على حساب فريق سوناديب بطل النيجر في المباراة اللي أقيمت بينهم اليوم ضمن ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا.
مؤكدا ان الفريق حقق بداية طيبة في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه الإفريقي وسعيه لحصد النجمة العشرة رغم الظروف التي أقيمت فيها المباراة. وقال ديانج أن المنافس لم يكن قويا، ولكن المباراة أقيمت في توقيت صعب وعلى ملعب أرضيته سيئة، وهو ما يجعل النتيجة مقبولة، مشيرا إلى أن الهدف اللي سجله خلال المباراة كان نتاج عمل جماعي من الفريق ككل. وعن منافسات الفريق القادمة قال ديانج إن كل مباراة لها إعدادها وترتيبها الخاص بها، والأهلي يضم مجموعة مميزة من العناصر والتي تعمل على تنفيذ فكر الجهاز الفني. ووجه ديانج الشكر لجماهير الأهلي مؤكدا إن الجميع يؤدي بقوة من أجل إسعادهم بالبطولات، متمنيا استمرار دعمهم وتتويج الفريق بكل البطولات التي يشارك فيها خلال الفترة القادمة. وأكد إليو ديانج على إن الفوز على سوناديب بداية طيبة ونسعى لتحقيق النجمة العشرة. موسيماني عن أول فوز إفريقي للأهلي: إن شاء الله ستظل البطولة في مكانها بالنهاية. علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن الفترة اللي غاب فيها عن الفريق نظرا لظروف إصابته بفيروس كورونا وحرمته من قيادة الأهلي في التدريبات والمباريات. وقال موسيماني عبر حسابه على تويتر: عندما أصبت بكورونا لم أكن أحلم بهيكل تدعيمي مثل الذي حظيت به. شكرا للاعبين والجهاز الفني والإداري والجمهور وإدارة النادي الأهلي على أول فوز في مشوار دفاعنا عن لقب دوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله ستظل البطولة في مكانها بالنهاية.